السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الخبر العاجل المرجو الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة دعما لنا وليصلكم دائما كل جديد. فقد أصدرت محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان الفرنسية حكما قضائيا يقضي بإدانة الفنان المغربي سعد المجرد بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، وذلك إثر متابعته في قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى صيف عام 2018 بمنتجع سان تروبيه جنوب فرنسا. وجاء النطق بالحكم وسط أجواء مشحونة بالدموع من قبل الفنان وعائلته داخل قاعة المحكمة التي احتضنت جلسات سرية مغلقة بناء على طلب الضحية. وإلى جانب العقوبة السجنية ألزمت الهيئة القضائية المجرد بدفع تعويض مالي قدره 30,000 يورو لفائدة المشتكية، بالإضافة إلى 5,000 يورو لتغطية مصاريف الدفاع. ورغم صدور حكم الإدانة فإن المحكمة لم تصدر أمرا فوريا بالإيداع في السجن، مما يتيح للفنان المغربي الذي حكم في حالة سراح مؤقت فرصة الطعن بالاستئناف ضمن الآجال القانونية. ويذكر أن هذا الحكم يمثل صدمة قضائية ثانية للمجرد في فرنسا بعد الحكم الابتدائي السابق الصادر بحقه عام 2023 بالسجن 6 سنوات في قضية منفصلة تعود لعام 2016. شكرا على حسن المتابعة.